قبل ما نبدأ بأي كلمة لازم ندعي لإخواتنا المجاهدين والمرابطين والمستضعفين في أرض فلسطين والسودان وسوريا ولبنان واليمن. نسأل الله العظيم أن يرفع عنا البلاء أينما كان وأيا كان. عزيزي المشاهد اللي على الحديدة، أهلا بيك في تجميعة جديدة. المرة دي أنا جايب لك تجميعة مختلفة، تجميعة مش على الحديدة، لأن زي ما أنت شايف إحنا لسه يا دوبك بنقول يا هادي يا عبد الهادي. لو ما خدتش بالك إيه اللي يخلي التجميعة دي مختلفة، يمكن عشان اللون الأبيض الناصع أو الإضاءة الار جي بي الجامده، بس خلينا ناخدها كده من زاويه تانية. يمكن المختلف في التجميعه دي يبان. المختلف في التجميعه دي هو انها بدون اسلاك. يعني يا درش بتشتغل بالكهرباء اللاسلكيه؟ هل جواها بورتال بينقل الكهرباء للقطعه دي؟ لا، هي بتشتغل بالكهرباء عادي جدا وباسلاك كمان، ولكن كل الاسلاك حرفيا مختفيه في ظهر الكيس. ومش مثلا هنسيب سلك كده ولا كده للظروف، لا، ده كل الاسلاك حرفيا بتتركب في ظهر الكيس، ما عدا سوكت واحد فقط لا غير، السي بي يو فان. مش عارف ليه. الكونسبت ده هو البي تي اف او الباك تو فيوتشر من ايسوس، معمول مخصوص للناس اللي بتحب الشكل والكيبل مانجمنت واللي عندهم او سي دي زي انا كده. انا بتعفرط وممكن اشقلب الدنيا كلها لو عندي السلك ماشي كده لوحده بدون رقيب او حسيب او افيز. البي تي اف سلسله ابتدت ككونسبت، ودلوقتي بقت لاين منتجات نهائي، برد وكروت شاشه وحتى الكيسات. الفتره اللي جايه هيكون في كولورات بي تي اف برضو، بس لسه شويه. من الاخر اي حاجه بتشتغل باسلاك هيتم الاستغناء عن الاسلاك الكتير وشكلها البشع بشكل مميز ومختلف. مين بقى اكتر قطعه بيتوصل فيها اسلاك؟ البورده، واحده من اهم القطع في السيت اب ده، لان فكره البي تي اف ان كل البورتس تكون لجوه او في الظهر، وده يودينا لقطعه ثانيه مهمه وهي الكيس. بس خلينا دلوقتي نركز في البورد. دلوقتي كل المنافذ اللي انت محتاج توصلها عشان تشغل السيت اب اللي قدامك ده كلها بقت في ظهر البورد، زي 24 بن، ال 8 بن للبروسيسور، الساتا، المراوح، الار جي بي هيدر 3 او 4 بن، الفرونت بانل سواء كانت الباور او ريسيت او اليو اس بي او الاوديو. واللي بيميز السلسله دي عن اي سلسله تانية بتقدم نفس الفكره هو ان كابلات كروت الشاشه كمان في البورد. ده معناه انك هتلاقي كروت شاشه او نسخ كروت شاشه من غير منافذ الباور، زي ال 8 بن وال 6 بن العادي وحتى ال 16 بن. طيب الباور هيجي لها منين؟ ولا هي هتكون كروت مثلا ضعيفه 40 50، ده لو كان هينزل 30 50 حاجه كده قليله؟ لا، هيكون في 40 90 عادي جدا، وفي اوريدي 40 90 و40 70 تي اي سوبر زي اللي هنستخدمه هنا. هتتنقل له الطاقه من منفذ على البورد اسمه جي سي هاي باور او جرافيكس كارد هاي باور جولد فينجر، منفذ توصيل شكله قريب من البي سي اي اكسبريس، قادر انه ينقل طاقه للكارت توصل ل 600 واط، ده لحد دلوقتي زيه زي منفذ ال 12 فولت هاي باور او ال 16 بن اللي بيجي في كروت انفيديا، عشان لما كارت بي تي اف زي اللي هتشوفه كمان شويه يركب في الجهاز ما يكونش فيه كابل قاسم شكل التجميعه نصين. ايسوس تعتبر البراند الوحيد اللي عامل اللفه دي لحد دلوقتي، وده يمكن اهم سبب في الشكل اللي قدامك ده. تحس ان التجميعه فعلا شغاله من غير اسلاك. فالبورد المتاحه لينا عشان نعمل الشكل ده هي التاف جيمنج زد 790 بي تي اف واي فاي باللون الابيض، بسوكت ال جي اي 1700 طبعا، مع دعم الرامات دي دي ار 5 بهيت سينك كامل على 3 اماكن M.2 جيم 4 بسرعه اكس 4، مع منفذ رابع اخير ده بيكون تحت الهيت سينك الفضي اللي تحت البروسيسور على طول. وسعر البورد دي هو 316 دولار او 20,000 جنيه مصري. عارف انت البورده دي بتفكرك بايه لو انت من الناس الاولد سكول في التجميعات او الهاردوير من زمان قوي؟ الشكل والشيلد اللي على البورد ده بيفكرك باسلاف البورد التاف جيمنج السابر توث. دي كانت بورد مقبضه شكلا شويه، والكلام ده كان ايام ما كان الدولار ب 6 جنيه في البنك. هسكيب الرامات دلوقتي والاس اس دي والبروسيسور والكولر والباور والترتيب العادي بتاعنا عشان نتكلم عن تاني اهم قطعه في السيستم ده من التجميعات، او خليني اقول لك تاني قطعه مميزه في التجميعه دي، كارت الشاشه اللي هيكون التاف جيمنج جي فورس ار تي اكس 4070 تي اي سوبر بي تي اف وايت او سي اديشن. ال 4070 تي اي سوبر هو بديل اعلى من ال 4070 تي اي العادي بنفس السعر على حسب الام اس ار بي بمواصفات اعلى في اعداد الانويه، وطبعا الرامات بقت 16 جيجا جي دي دي ار 6 اكس بدلا من 12 جيجا جي دي دي ار 6 اكس. النسخه من عيله طف وهي العيله المتوسطه في كروت ايسوس بتبريد احترافي جدا بحجم مش قليل، 3 سلوت وحبه كمان عشان الكيرفات بتاعه الكارت. الكارت هنا درجه حرارته ما تتعداش ال 55 درجه، استهلاك طاقه 285 واط، وده نفس استهلاك الطاقه بالمناسبه اللي بتحتاجه
في اي نسخه 4070 تي اي سوبر جربتها قبل كده، ونفس الاداء اللي بيخرج من هنا هو اللي بيخرج من نفس النسخه ال 4070 تي اي سوبر العاديه. فما تفتكرش ان عشان في تغيير في مكان وطريقه تركيب الباور او منفذ الباور ده هيأثر لك على الاداء في اي حاجه او حتى درجه الحراره. بالعكس الارقام دي عاديه جدا، والا ما كانش فيه 4090 بي تي اف. سعر النسخه دي $900 او 50,000 جنيه مصري. نروح بقى لثالث اهم قطعه، واللي الحقيقه بشوفها تاني اهم قطعه اللي من غيرها مش هتعرف تعمل الشكل ده، وهي الكيس. الكارت طبعا مهم، بس انا بشوف ان هو قطعه مميزه في الكيسه دي، لان لو الكيسه ما هياش مظبوطه على الابعاد الجديده او خلينا نقول على النظام الجديد، ولا كانك عملت اي حاجه. عشان كده لو انت ناوي ان شاء الله تجمع جهاز زي كده لازم تتاكد تماما ان الكيس يكون مكتوب في اخر اسمها كلمه باك تو فيوتشر او فيها اخر 3 حروف البي تي اف. طيب يا عم في ايه؟ انا لو عجبتني كيس بي تي اف وانا مركب قطع عاديه هل في مشكله؟ مفيش اي مشكله تماما، لان كل كيسات البي تي اف بتدعم تركيب البورد العاديه جدا. حتى شوف المكان بتاع خروج الكابلات اللي هنا. على سبيل المثال النسخه اللي معايا اللي استخدمتها هي النسخه متوسطه السعر من الكيسات التاف جيمنج اسمها جي تي 302، سعرها $150 او 9300 جنيه مصري. كل اللي بيميزها هو الاجزاء المحفوره عشان توصل كابلاتك الاساسيه اللي هتشغل الجهاز كله، زي ال 24 بن وال 8 بن للبروسيسور وكابلات الكروت سواء 16 او 8 بن. فحتى لو انت هتركب بورد تقليديه هيكون عندك مساحه تخزين كويسه جدا في ظهر الكيس. الكونتاكتس او القصدير هيكون بعيد عن هيكل الكيس مع اماكن الكيبل مانجمنت التقليديه، ولو غيرت رايك عندك اماكن البي تي اف كمان، فانت ما عندكش اي ضرر تماما. لو الكيسه دي عجبتك وعاوز تركب عليها سيستم تقليدي، بتيجي بعدد 4 مراوح 140 ملم ادريسابل ار جي بي الاربعه، بس الاخيره دي كان فيها مشكله مش عارف ليه. بتيجي باللون الاسود والابيض. الجزء العلوي منها بيتفك بالكامل عشان تركب الكولر، بس مش هتحتاجه صراحه، وده عشان مكان ال 8 بن ما بقاش قدام، فما بقاش في اي حاجه تضايق الكولر وقت التركيب. فيها كيبل مانجمنت سهل وممتاز جدا، يعني حتى مش هتتعب كتير في تنظيم الكابلات سواء بالنظام ده او النظام القديم، مع واجهه اماميه من المش بالكامل عشان التهويه. حتى الظهر جاي محفور بمربعات صغيره جدا. في اعتقادي ان ده معمول عشان يكون منفذ تهويه او نقطه تنفس للقطع اللي هتركب ورا، زي مثلا الاس اس ديز الساتا او حتى الكابلات والمنافذ اللي هتتوصل ورا. في كل الاحوال الكيسه لطيفه جدا سواء هتركب فيها سيستم بي تي اف او سيستم تقليدي. نكمل بقى مواصفات التجميعه اللي مش هيكون ليها تاثير كبير على الكونسبت بتاعنا. البروسيسور هيكون بروسيسور الفئه المتوسطه ال 14600 كي، ده بروسيسور بسعر $300 او 16000 جنيه مصري، بدعم الكسر السرعه بدون كولر، بعدد 14 نواه و20 ثريد متقسمين ما بين انويه اداء عددها 6 وانويه كفاءه عددها 8. البروسيسور زي ما قلت قبل كده في ال 14900 كي في تجميعه الربع مليون، نفس الكلام هنا هينطبق على ال 14600 كي، فالارخص اشتري واستثمر الباقي في حاجه اهم زي الرامات او الكولر او الاس اس دي او الباور حتى الكيس. واستخدم اخر بايوس فيه انتل بروفايل عشان الاستابيليتي ايشيو على حسب ما هو منتشر. وبالنسبه للجيل ال 13 اللي بتظهر فيه مشكله الاكسيديشن، ده ممكن يكون دافع يخليك تشتري الجيل ال 14، بس ده برضو يعني ما يبررش المشكله، عشان بس ايه ما تفتكرش ان انا ببرر لهم، بالعكس الحاجه مرميه عندي هنا بقى لها فتره. اكيد طبعا عايز اجيب اي ام دي واستخدم اي ام دي، بس مفيش دعم من اي ام دي لينا، فطبعا بنشتغل على المتاح بالنسبه لنا. الكولر اللي هستخدمه عشان البروسيسور يشتغل بشكل كويس هو الار او جي ستريكس ال سي 3 360 اي ار جي بي ال سي دي، النسخه الاجدد من سلسله ستريكس اللي بتيجي باللون الابيض. النسخه دي بتيجي بعدد 3 مراوح 120 مللي ورادياتير بطول 360 مللي، والثلاث مراوح من الكولر بينوروا ادريسابل ار جي بي. انما البامب ما بتنورش ار جي بي، ولكن فيها شاشه ال سي دي يبان طبعا من الاسم، تقدر تعرض عليها اي حاجه تحتاجها من داخل منصه ارموري كريت. البامب هنا مقسومه على جزئين، جزء البامب نفسه وجزء تاني بتاع الشاشه، بتقدر تشيله خالص وتركبه بعدين. للاسف ملهاش الا اتجاه واحد في التركيب، فمش عارف ليه ايسوس عملت كده. يعني ايه الفايده في انه مثلا بيتفك ويتركب وماجنتيك وفي الاخر اتجاه التركيب واحد مش بيتغير؟ الكولر هيقدر يخلي البروسيسور شغال على 69 درجه على ضغط بنسبه 100%، بتردد يوصل ل 5 و3 لكل انويه الاداء و4 لكل انويه الكفاءه، بمعدل استهلاك 148.5 واط. الكولر اوفر باورد على البروسيسور، تقدر تجيب كولر اقل 240 او 280 على حسب المتاح ليك. وبالنسبه لموضوع الشاشه دي خلينا نقول انها اذواق شخصيه. سعره هو 266 يورو على حسب ما لقيت، فخلينا نقول انه ب 289 دولار. الرامات هتكون الاكس بي جي بس اللانسر بليد بتوتال مساحه 32 جيجا، وده شايف ان هو البيزك دلوقتي في الرامات الدي دي ار 5. كل رام هتكون بحجم 16 جيجا بايت، هيتحطوا في وضعيه دول تشانل بتردد 6000 ميجا هرتز وزمن تاخير سي ال 30. الرامات تعتبر النسخه
مختلفه شويه عن الاكس بي جي لانسر. تقدر تقول ان الار جي بي فيها بارز اكتر من اللانسر العادي، وسعرها 119 دولار. الاس اس دي هو الليجند 960 ماكس، نسخه 1 تيرا، نسخه مقفله عداد الجيم 4، سواء في القرايه والكتابه سعرها 154 دولار. وزي ما وضحت قبل كده، واحد من اهم مميزات النسخه دي مش السرعه ولا الشكل، وانما عمرها الافتراضي الطويل، او للدقه انت تقدر تكتب عليها داتا لفتره طويله جدا بدون ما تقلق خالص على الهيلث بتاعه الاس اس دي. اخر حاجه هتكون الباور سبلاي الاف اس بي هايدرو بي تي ام اكس برو. دي نسخه الجيم 5 او زي ما بيتقال الاي تي اكس 3، يعني فيها كابل 12 فولت هاي باور دايركت من الباور للكارت، وفي حالتنا هنا للبورد. الباور متاح بدايه من 850 واط فولي موديولار، وده هيكون كافي جدا للسيستم بتاعنا بالمواصفات دي، ومعاك لحد 1200 واط لو هتركب مثلا 40 90 50 90 ولا حاجه. متاح باللون الابيض واللون الاسود، وعلى حسب انت بقى بتعمل تجميعه السين بتاعها ايه. النسخه اللي معايا للاسف كانت باللون الاسود و1200 واط which is overpowered على السيستم، عشان كده انا هحسب لك النسخه 850 واط ال 80 بلس بلاتينوم بسعر 180 دولار. كده توتال التجميعه البي تي اف هو 2408 دولار، 736 دينار كويتي كالعاده في حته ثانيه، 8844 درهم اماراتي، 9033 ريال سعودي، و11 لا 11 ايه 116000 جنيه مصري. تحويل طبعا من الدولار للعملات الباقيه دايركت بدون اي اضافات او سبايسز. والقطع اللي موجوده في مصر ذكرت لك اقل سعر او متوسط سعرها. اللذيذ في الموضوع ان القطع المهمه اللي انت عاوز تعمل بيها بيلد زي كده موجوده في مصر، اللي هم من وجهه نظري البورد في المقام الاول، الكيس في المقام الثاني، الكارت لو انت عاوز تعمل نفس الشكل اللي قدامك ده في المقام الثالث. ونصيحه لازم تجيب باور 80 اكس 3، ليست رخامه مني، ولكن عشان الادابتور اساسا ما بقاش يجي مع الكروت البي تي اف العليا، فالاعتماد على البورد في السلسله دي في توصيل الباور للكارت ده رقم واحد، وهو ده السبب اللي انت هتشتريها عشانه. اصل لو انت عاوز تعمل حاجه اقل فوقتها ممكن تروح لحاجه زي البي 760 مثلا. وثانيا الادابتور هيكون 3 8 بن لواحد 16 بن، فزحمه كابلات كتيره جدا مقارنه بكابل واحد من الباور للبورد. وكل ما كانت الكابلات لينه معاك هيكون احسن بكتير، ويا سلام لو كان الكابل ده 90 درجه هيكون افضل بكتير. هنا بقى السؤال، هل عشان اعمل الهيلمان ده كله من شكل وابتكار هو اغلى؟ البروسيسور والرامات والباور والكولر وحتى الكيس زي ما قلت لك مش هيفرق بالنسبه لهم ان كانت التجميع بي تي اف ولا لا. الكيس لازم تكون بي تي اف، بس هي كده كده موجهه لده او لده، فبتضرب عصفورين بحجر واحد. بالعكس لو بي تي اف هيكون فيها مساحه اكبر لتخزين الكابلات في الظهر، وكمان كيبل مانجمنت افضل. بالنسبه للكارت لو هتجيب مثلا نسخه زي ال 4070 تي اي سوبر بي تي اف التاف جيمنج اللي باللون الابيض سعرها 900 دولار، نفس النسخه وبنفس اللون برضو سعرها 880 دولار، يعني فرق 20 دولار. يعني البي تي اف اغلب بنسبه بسيطه جدا في الكروت، عشان مثلا خلينا نقول الكونكتور الجديد. بالنسبه للبورد اللي هيكون فيها الكونكتور الجديد بالنسخه اللي استخدمتها سعرها 316 دولار. اقرب نسخه ليها هتكون الزد 790 برو تاف جيمنج، برضو ايدنتيكال في كل حاجه، شويه فروق بسيطه زي الواي فاي والفرونت يو اس بي، بدلا من 20 هنا بيكون 10 بت، هنا واي فاي 7 لكن هناك واي فاي 6 اي. ف 316 دولار قصاد 240 دولار، لا البي تي اف اغلى، بس هو عشان بيقدم لك فكره معينه وبيقدم لك شكل معين ومميزات معينه واسلوب كمان معين عن التجميعات التقليديه. حتى في البورد المتوسطه البي 760 هتلاقي ان في فرق سعر بس مش كبير، لان البي 760 ما فيهاش الجرافيكس كارد هاي باور جولد فينجر. الموضوع ده عامل زي الميني اي تي اكس، كل حاجه فيه صغيره، يبان لك ان الموضوع مش مصروف عليه كتير، ولكن الحقيقه ان الموضوع غالي مش رخيص. انا كمصطفى بدور على شيء معين، ما عنديش اي مشكله تماما في اني ادفع المبلغ الزياده ده عشان اوصل لحاجه معينه. في الاول وفي الاخر هو ده اللي بيميز التجميعات، التنوع، الابتكار، حرية الاختيار. يمكن في خلال الفترات اللي فاتت كانت الفكرة بتدور حوالين الار جي بي الاكتر في البوردة الفلانية على البوردة العلانية، هل البوردة دي فيها شاشة ولا ما فيهاش شاشة؟ لكن هنا انت قدام شيء مختلف تماما، شكله افضل بكتير. فانت بقى قول لي تحت في التعليقات لو انت مقتدر تجيب تجميعة زي كده بالشكل ده هتعملها ولا هتخاف وتفضل التجميعات التقليدية. وانت رايح على هناك ما تنساش اللايك لو التجميعة عجبتك، تشترك في القناة وفعل جرس الاشعارات عشان ان شاء الله اشوفك في الحلقة اللي جاية.